يعني يحسب كم بوضة نعم في هذا الجهاز يحسب كم بوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد القدوس محمدي، الناطق الرسمي باسم وفاق المدارس العربية باكستان، ولنا في باكستان المدارس والمعاهد لتحفيظ القرآن الكريم، وأيضا هناك شبكة كبيرة لتعليم الدين ولنشر الدين. ونحن جئنا هنا في ماردين، واليوم رأينا وزرنا هذه الجامعة الذي أسس السلجوق في عهد السلجوق، جامعة قاسمية. هذه كانت مدرسة، ولكن الآن ليست هذه المدرسة، ولكن هنا مبنى كبيرة وفيها غرف وفيها نظام، وكل هذه المبنى يعني في هذه المبنى أثر للدرس والتعليم وآثار الماضي موجود. ونحن نقول أن إذا أحد هو يجتهد ويركز على الأمور، وخاصة التعليم والتدريس ونشر الدين والدعوة، هذا أهم شيء. فإذا انقطع الجهد، إذا انقطع العمل، فيكون شيء خربان هكذا، وليس هناك يعني العمل وليس هناك شيء، فقط البناء يبقى ولكن ليس الأثر يبقى. فإذا يعني هناك العمل والتعليم والتدريس فلها أثر كثير على الشعب وعلى المجتمع. كما عندنا في باكستان الحمد لله تحت وفاق المدارس العربية باكستان 2000 مدارس والجامعات ملحقة مع وفاق المدارس، وفي هذه المدارس 3 ملايين طلاب وطالبة، وهذه المدارس ما شاء الله يعملون للتعليم وهناك لنشر الدين والجهود، وهذه الجهود يؤثر على الشعب وعلى المجتمع. فلازم علينا أن نعمر يعني مدارستنا وأيضا جهودنا بالتسلسل. إذا هناك الانقطاع في الجهود فهكذا يعني يكون فقط يبقى البناء ولكن لا يبقى الأثر. فلازم لكل الأمة هو يركز، كل الأمة وكل الناس وكل الشعب يركز على التعليم وعلى نشر الدين والدعوة، فهذا أهم شيء. جزاكم الله خيرا. خاصة في هذه الأيام عندنا يعني مشاكل في غزة وفي فلسطين، والصهاينة هم يحاولون ويريدون ويجتهدون على هذا أن هناك المدارس والمراكز، حتى يعني القدس ويكون هكذا خربانة وبدون العبادة وبدون الدرس وبدون التعليم. ولكن لازم الحفاظ عليها، لازم علينا أن ندافع للقدس، لازم علينا أن ندافع لآثار التاريخية، آثار التعليمية لنا. هذا الحفاظ، هذا الدفاع هو مسؤولية لنا، مسؤولية علينا، ولازم علينا أن ندافع لإخواننا في غزة ولمراكزنا ولمساجدنا ولمدارسنا. هذا علينا، ولازم للأمة أن اليقظة من النوم والجهود للعمل، الجهود ضد العدوان والظلم. جزاكم الله خيرا.